دكتور علاء الزفتاوي. دكتور علاء الزفتاوي، اهلا وسهلا بيك، شرفت ونورت حزب بيرما، سعيده النهارده بوجودك معانا. الله يكرمك استاذ خالد، ده انا اللي سعيد جدا في وجود النهارده ببرنامج مهم زي البرنامج ده. وفي البدايه بحب اشكر حضرتك وكل القائمين على البرنامج دوت بكل العون اللي هم بيقدموه للمربي عشان يقدر ان هو يحل مشاكل اللي هو بيتعرض ليه. ربنا برضه احب اخص بالشكر كل اللي شارك في البرنامج من اول حلقه لغايه النهارده، لان هم فعلا افادونا بحاجات كتيره جدا ممكن نستفيد بيها وممكن ننمي بيها الصناعه بتاعتنا. أنا تقريبا كل أسبوع بحضر محاضرة أو ندوة أو لقاء بيبقى فيه شرح لمشاكل الدواجن وأمراضها وكذا يعني. تمام. أنا لما اتفرجت على ندوة لحضرتك أنا طلعت منها مستفاد. مع الوقت كل اللي بيتقال في الندوات يا دكتور علاء الواحد بيحس إن هو سمعه قبل كده وعارفه وحافظه وخلاص ما بيضيفلوش جديد. انما انا لما حضرت ندوه لحضرتك حقيقي انا استفدت من اللي حضرتك قلته. حقيقي اللغه بتاعتك لغه بسيطه بتوصل للكبير وللصغير. الله يكرمك يا استاذ خالد. احنا بنحاول بكل الطرق ان احنا نوصل للمربي، لان زي ما حضرتك عارف ان المربي دوت هو اللي بيسير الحلقه دي كلها. من غير المربي الصناعه ديت هتقف. تمام. ولازم من المربي دوت ان احنا ننميه بالمعلومات اللي هي تفيده وتقدر ان هو يقدر من خلالها يطلع دوره يكسب من خلالها، لان احنا كلنا بنشتغل في الصناعه دي عشان نكسب. لو ما كسبناش هتكون النتيجه في الاخر ان هتتوقف الصناعه. تمام. دورنا الوحيد هو ان احنا بناخد العلم من اساتذتنا ونحاول ان احنا نبسطه بالصوره اللي يفهمها المربي واللي تفيده في الصناعه، بحيث ان هو يوصل في الاخر لدوره يكسب من وراها. انتوا اخدتوا اسلوب معين حبيتوا تعملوا بيه دعايه لنفسكم، انتهجتوا نهج معين. النهج ده كان عباره عن هو حضرتك من بدايه الشركه واحنا كان فكرنا دايما متجه للمربي. تمام. ان احنا وصول للمربي ان احنا نوصل له معلومه يقدر يستفيد بيها ويكون مردودها عليه في الصناعه. فابتدينا نعمل ندوات من سنه 90 لغايه النهارده. الندوات ديت الخاصه بالمربي، ان احنا بنوصل لغايه المربي في الاماكن اللي هم متجمعين فيها ونعمل لهم ندوات الغرض منها توصيل معلومه عن مرض معين او مشكله معينه بتواجه الصناعه ديت، وايه الحلول اللي انا اقدر اعملها. حلول من واقع الفيلد، مش من حلول علميه فقط. لنفسه. يعني العلم بيبقى هو الاساس، ولكن احنا بنحاول نبسطها للمربي في الصوره اللي هو يقدر ينفذها فعلا في الفيلد دوت او في الحقل ده. حضراتكم كشركه بداتوا تعملوا ندوات للمربين في كل حته، في كل انحاء جمهوريه مصر العربيه من الصعيد لغايه مرسى مطروح. انا حابب استغلك النهارده وان احنا نعمل ندوه مجمعه. تمام. للمربيين جمهوريه مصر العربيه كلهم يحضروا معانا ندوه. هذه هتبقى اكبر ندوه الواحد شارك فيها. نسعد بوجودك فيها معانا، لان حضرتك فعلا اللي يسمعك يستفيد منك. الله يكرمك. دي حقيقه يعني. الله يكرمك. الندوه بتاعت النهارده لما كلمت حضرتك وطلبت منك قلت لك احنا هنتكلموا على ايه النهارده، او ايه المشكله المؤرقه اللي تستاهل ان احنا نعمل لها ندوه في وجود معاليك. فحضرتك وصلنا في الاخر اللي احنا عندنا مشكله وسميناها في الاخر الشبح. الشبح. تمام. حضرتك عايز تتكلم على ايه النهارده بالنسبه للمربي؟ استسمحك بس اروح للسبوره. براحتك خالص، اتحرك براحتك. احنا بقى كاننا في ندوه فعلا. لا خالص يا دكتور، اللي حضرتك عايز تعمله اعمله. الله يكرمك. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بشكر الاستاذ خالد انت هتديني فرصه النهارده ان انا اتكلم كأن انا في ندوه. انا برضو عاجبني في القعده اللي احنا قاعدينها مع بعض ان هي عائليه اكتر منها مش قاعده منشيه زي بقيه البرامج اللي احنا بنشوفها في التلفزيون. ربنا يبارك فيك. بص حضرتك استاذ خالد، يعني انا عاوز استسمع حضرتك في حاجه واحده. اتفضل. صناعه الدواجن ديت صناعه، وعشان يعني اخش في الصناعه ديت وعشان اقدر اشوف ايه هي المشاكل اللي انا بتعرض فيها لازم اعرف الصناعه دي حدودها ايه. تمام. يمكن انا اتفرجت على كل الحلقات بتاعت حضرتك ولقيت فعلا ان انت في اشاره لقد ايه الصناعه ديت بتمثل جزء كبير جدا من الاقتصاد بتاع مصر. مظبوط. من عدد الناس اللي شغالين فيها والاستثمارات اللي موجوده فيها. زي ما حضرتك عارف ان نصيب الفرد، تعرف حضرتك نصيب الفرد في مصر قد ايه من الفراخ؟ مع كافه اللي هي بقى يعني التقدم اللي احنا وصلنا فيه دوت لا يتعدى 10 فرخات في السنه. نصيب الفرد من الفراخ خلال 365 يوم لا يتعدى 10 فرخات في السنه. تمام. وديت بتمثل ادنى، ده ادنى يعني ده 10 فرخات ديت اقصى حاجه وصل اليها الفرد المصري في مصر. ودوت في المقابل بيدينا فرصه كبيره جدا لاي واحد بيشتغل في صناعه الدواجن. انا عاوز ابدا يمكن المحاضره بالامل شويه. براحتك. ان احنا الصناعه بتاعتنا ديت قدام مننا افاق كبيره جدا ممكن ان احنا نستغلها. ان شاء الله. 10 فرخات ديت في السنه، عارف حضرتك متوسط نصيب الفرد عالميا 22.
استسمح معاليك يا دكتور تكتب اتفضل. بالقلم الاسمر حاضر يا عشان بيقولوا لي في وداني يا فندم، تحت خلي الدكتور يكتب بالقلم الاسمر. حضرتك 22. بعض الدول، امريكا مثلا 50، بيستهلكوا الكويت 50. 50 نصيب الفرد. في السنه. مم. احنا من اقل البلاد استهلاكا للدواجن، وعلى الرغم من كده يجي بعد مننا بلد زي السودان بعد مننا متوسط نصيب الفرد فيها قليل جدا. فاحنا قدام مننا فرصه، ان احنا لسه قدام مننا فرصه كبيره جدا ان احنا ننتج اكتر. ففي مجال للاستثمار كبير جدا في مجال الصناعه دي. ده يمكن امل انا بحب اوديه للساده المشاهدين كلهم، ان احنا مجال صناعه الدواجن فيها امل كبير جدا ممكن ان انا استغله. نمره 2، وده الاهم، زي ما حضرتك عارف ان صناعه الدواجن صناعه، تمام مش كده؟ هي اسمها صناعه. تمام. اي صناعه يا جماعه في الدنيا بيبقى ليها مدخلات ولها مخرجات. ويا ريت نخلي بالنا من الموضوع دوت، لان الموضوع ده مهم جدا. لان مشكلتنا في مصر ان احنا بنبص لصناعه الدواجن ان هي تربيه دواجن، وده مفهوم خطا. دي تربيه الدواجن في مصر ما هي الا صناعه لها مدخلات ولها مخرجات. المدخلات دي تبدا من اول ايه؟ من اول زي ما حضرتك عارف، من اول مكان للتربيه، الفرشه، الكتكوت، الدواء، العلف، وحدث ولا حرج. تمام. عدد كبير جدا من المدخلات داخل في الصناعه دي. في المقابل انا الصناعه في الاخر بتطلع لي ايه؟ بتطلع لي حاجتين اتنين. اول حاجه فيهم فراخ، وزن الفراخ اللي بيطلع عندي. تمام. نمره 2، انا اسف بقى يعني في التعبير، السبله. تمام. تمام. تخيل حضرتك لو بصيت لكل العناصر دي والعنصرين الاثنين اللي بيطلعوا من الدوره ديت كلهم ما اقدرش اتحكم فيهم. للاسف ما حدش يقدر يقول النهارده ان الكتكوت هيبقى بكام، او العلف هيبقى بكام، او حتى سعر الفراخ النهارده هيبقى بكام. وده بيخلي الصناعه بتاعتنا ديت صناعه صعبه، ما هياش صناعه سهله زي بقيه الصناعات اللي موجوده في مصر. كل الصناعات اللي موجوده في مصر او الموجوده في العالم كلها معتمده على شويه مدخلات، بيشوفوا المدخلات اللي دخلت ديت والمخرجات وبالتالي بيحدد في الاخر هي الصناعه دي هتكسب ولا هتخسر. تمام. عشان كده لما اي واحد مننا بيجي يعمل دراسه جدوى عشان يطلع فراخ، بيكتشف في الاخر معلومه مهمه جدا، ان على الورق الصناعه دي مربحه. صناعه الدواجن مظبوط يا دكتور. على الورق مربحه، ولكن على الواقع بالصدم. ليه؟ لان في هنا كذا بعبع. انا اسف بقى في استخدام تعبيرات اللي هي بيستخدمها المربي العادي يعني. اتفضل. اي واحد بيربي دواجن في الدنيا يا جماعه في كذا بعبع بالنسبه له. استسمحك ان احنا نوضحهم اتفضل. عشان الواحد لما يعرف ايه اللي بيواجهه يقدر ان هو يتحكم فيه. اول حاجه يا جماعه واكبر بعبع بيواجه الصناعه ديت النافق. ان انا اصحى الصبح النهارده الاقي في نافق عندي في المزرعه. كل ما بتزيد نسبه النافق كل ما انا مشكلتي كمربي بتزيد. والدليل على كده ايه؟ ان زي ما انا قلت لك حضرتك دراسه جدوى كورق كويسه جدا. يعني لما تيجي تسال اي واحد في الدنيا تقول له كصناعه دواجن ممكن انا اعمل مزرعه دواجن، يقول لك اه اعمل ده. على الورق بتكسب كويس جدا، ولكن بينسى بقى العوامل دي. نمره 2، الاوزان. نافق هخسر، سواء كان النافق ده بقى عندي 5%، 10%، 20%، 30%، ممكن بقى مرض فيروسي خطير يجي لي 40 و50% زي ايام الانفلونزا لما كانت كل المزرعه بتروح. والاوزان. نمره 3، البعبع اللي بيخوف المربي، استهلاك الدواء. تمام. هو خايف في مزرعته يجيله نافق، خايف في مزرعته ان الاوزان ما تبقاش كويسه بالنسبه له، خايف في مزرعته ان استهلاك الدواء بالنسبه له يزيد. بدل ما بيدفع 3 جنيه و5 جنيه و7 جنيه تلاقي في ناس بيقول لك ده انا بدفع 10 جنيه تكلفه الدواء كدوره. كل دوت بيخلينا ان احنا نسال نفسنا سؤال، طب وهو انا كدوري بقى كمربي ان انا اعمل ايه؟ حلو قوي ان انا عمال بقول الصناعه، بقول ان الفرص اللي موجوده فيها، بقول ايه المشاكل اللي انا بقابلها، بس احنا عاوزين دايما ان احنا يبقى في امل، في عرض للمشكله، في حلول. تمام. يعني لو مفيش حلول يبقى احنا بنضحك على نفسنا. تمام يا دكتور. طبعا عشان اعمل، كل الناس كلها بتعرف المثل اللي بيقول لك ايه؟ الوقايه خير من العلاج. ده في البني ادمين. تمام. بس في الدواجن الكلام مختلف. بصوا يا جماعه، في حاجه في الدواجن لازم تبقى انت عارفها كويس قوي، تحطها حلقه في ودانك. الوقايه خير وافضل من العلاج. انا كان استاذ الدكتور احمد علي سامي، حضرتك طبعا عارفه يعني، علامه الله يرحمه، كان يقول لك ايه؟
يقول لك اللي بيعتمد في الفراخ ان هو يجي له المرض ولما يجي له المرض يبتدي يعالجه، ده خسران حتى لو سعر الفراخ وصل لاعلى قيمه هو ممكن يتخيلها. عشان كده احنا دايما بنعتمد في شغلنا على الوقايه. الوقايه مش معنى كده ان انا هلغي العلاج، بس معنى كده ان انا هيبقى في وقايه جنب منها علاج لو حصل لا قدر الله في مشاكل. طب هو السؤال بقى اللي انا اساله لنفسي، طب هو انا عشان اعمل وقايه ايه وسائل الوقايه اللي قدام مني؟ في عندي وسيلتين اتنين، في العلف وفي ماء الشرب، اللي هم الاساسيين في الصناعه. تمام. انت بتقدم للفرخه علف وجنب منه ميه. انا عشان اعمل وقايه للمشاكل اللي بتيجي للفراخ عندي وسيله، اما العلف يا اما الميه. تمام. دايما احنا في الندوات نحب نوضح للناس ايه هي الوسيله الافضل. طبعا زي ما حضرتك عارف ان العلف لو الفرخ بيستهلك 3 كيلو و200 جرام او 3 كيلو ونص علف، بيشرب ميه 7 لتر ميه. ضعف كميه العلف بيشربها الطائر ميه. فبالتالي انا لو لجأت للوقايه للميه الشرب هتكون التكلفه بالنسبه لي الضعف. نمره 2 ان العلف موجود قدام الطائر طول اليوم، هو عمال بينقر منه. وبالتالي لو في انا وقايه للامراض فبالتالي بتكون النتيجه ايه؟ حمايه متكامله بالنسبه للطائر من ان هو يصاب بالمرض دوت. يمكن احنا لما اتكلمنا مع بعض اول مره يا استاذ خالد، حضرتك طلبت مني ايه الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه، وانا قلت لحضرتك الموضوع، وانت مشكورا حطيت عنوان للموضوع ده. تمام. الشبح. الشبح. الشبح يعني ايه؟ يعني مشكله بتواجه الصناعه وانا مش قادر ان انا اتحكم فيه. ايه هو الشبح اللي احنا هنتكلم عنه النهارده؟ يعني ايه شبح؟ شبح يعني مشكله موجوده من اول الدوره لغايه اخر الدوره. تمام. انا مش هقول لحضرتك على اسم المشكله قبل ما اقول لك ايه هي المشاكل اللي بتعملها المشكله دي، تمام. عشان نقدر ان احنا نعرف قد ايه المشكله ديت فعلا شبح ولا مش شبح. اول حاجه في المشكله ديت ان المشكله ديت موجوده في كل العنابر. مفيش عنبر موجود في مصر الا اللي بيشتكي من المشكله دي. طب ده حاجه كويسه؟ حاجه كويسه ان انا ابقى عارفها ان المشكله ديت كل الناس بتعاني منها. وبرضه في مشكله مهمه جدا او حاجه لازم اعرفها كويس قوي، ان المشكله دي بتعاني منها مصر وبتعاني منها من كل دول العالم. مشكله خطيره. طيب نمره 2 ان التدخل اللي بتتبعه الناس اللي بيشتغلوا في الصناعه بتاعتنا ديت عشان نتغلب على المشكله ديت ناقص. التدخل ناقص يعني ايه؟ يعني ينقصه بعض المعايير عشان يبقى هو كامل، عشان اقدر اتغلب على المشكله دي. نمره 3، فاكر حضرتك احنا كنا بنتكلم عن البعبع اللي بيخوف المربي؟ تمام. نافق. المشكله دي بتسبب نافق. دكتور، اتفضل. انا لو انا قاعد ومش عارف احنا بنتكلم عليه كنت هقول لك شوقتني قوي، فحط لي العنوان عشان احنا اتشوقنا حاضر. بصراحه كده. حاضر، هقول لحضرتك انا قصدي العنوان. العنوان لازم عشان كده حاضر. بقى في حاضر. الشبح دوت ايوه اللي هو بيهدد صناعه الدواجن. معاك. صغيره على فكره وكبيره. الكائنات الكبيره زي ما كنت حضرتك بتتكلم في اول حلقه، او الكائنات الصغيره. شبح كبير جدا اسمه السموم الفطريه. السموم الفطريه. وتحت السموم الفطريه ديت حط 7000 خط. اكبر مشكله بتواجه صناعه الدواجن في العالم كله هي مشكله السموم الفطريه. ليه؟ زي ما انا قلت لحضرتك كده، مشكله موجوده في العالم كله، مشكله موجوده في كل المزارع بتاعتنا، بتسبب نافق. تمام. بالنسبه للمربي. نمره 4 بسبب نقص في الاوزان. تمام. لغايه هنا كده ماشي، ممكن ان انا يعني نعديها. اعديه. بص بقى حضرتك بتعمل ايه بقى، ودي اكبر مشكله بتعملها مشكله السموم الفطريه او الشبح اللي احنا اتكلمنا عليه دوت. المناعه. ليها تاثير على المناعه السموم الفطريه. تاثير قوي ومباشر جدا على المناعه بصوره لا تتخيلها. وبالتالي احنا وصلنا في الاخر ان الشبح ده اهو اللي احنا بنتكلم عليه ده، البعبع او السموم الفطريه، نافق. ادي اول بعبع لو حضرتك فاكر اللي احنا اتكلمنا تمام. فيه. نمره 2 اوزان. نمره 3 مناعه. 3 مشاكل كل واحده منهم اكبر من الثانيه، ولكن اللي اكبر واللي بيسبب لنا مشكله كبيره جدا المناعه. هو المناعه. طبعا
لازم الواحد يسال نفسه الكلام ده في ارقام، لان احنا طول عمرنا يعني انا كعلاء الزفتاوي احب دايما الامور تبقى بالارقام. ليه؟ لان انا لو انا كمربي انا اللي يهمني الرقم. الرقم يعني ايه؟ يعني هي تاثير على المناعه. طب تاثير على المناعه دوت قد ايه؟ تمام. كام في الميه؟ تخيل حضرتك ان كل الابحاث اللي كانت بتتم على تاثير السموم الفطريه على المناعه زمان كانت بتقول ان تاثيرها على المناعه 40%. يعني السموم الفطريه تقلل المناعه تدمر المناعه بتاعه الطائر بنسبه 40%. حضرتك مربي وتعرف كويس قوي الكلام ده. لو انا جيت النهارده حصنت ضد النيوكاسل او الجمبور، مرض من امراض الفيروسيه اللي تمام. بتصيب الدواجن، هو انت متوقع النهارده لما تحصن النهارده الفراخ دي هتديك مناعه بنسبه كام في الميه؟ 80. 80%؟ 90%؟ ماشي. 100%؟ وده مش هيحصل. تمام. تخيل حضرتك وجود السموم الفطريه باقل تاثير ليها على السموم الفطريه بيضرب المناعه دي بنسبه 40%. يعني 80 دي في المية بقت كام؟ بقت 40%. يعني استجابه الطائر المناعيه للقاح اللي هو خده دوت بتقل من 80% توصل لغايه 40%. وال90% تبقى 50%. وال100% تبقى 60%. عارف معنى الكلام دوت ايه؟ هنا مفيش استجابه للتحصين. اقل من 50% مفيش استجابه. وده هتكون نتيجته اللي احنا بنشوفه بقى اليومين دول. لو تفتكر حضرتك ايام الانفلونزا الطيور، انتشرت الانفلونزا وخدت مصر كلها من اولها لغايه اخرها، وكيانات كبيره وكيانات صغيره كلها حصل فيها نفق بكميات كبيره جدا. بعد ما انتشرت انفلونزا الطيور وابتدينا احنا نتدخل فيها ونحاول ان احنا نقدم حلول، جاب بعد كده المشكله الاكبر ان بقى في عندنا نيوكاسل وفي عندنا جمبورو، ويقول لك ده عترات جديده، ويقول لك انفلونزا عترات جديده. تخيل حضرتك ان المشكله الاساسيه اللي كانت موجوده هي خدوا عينات من الفراخ اللي موجوده هنا في مصر عشان يبعتوها بره، بودوها للمعمل الفرنسي الحكومي عشان يحدد هي الفراخ عندنا فيها ايه. تخيل حضرتك ان هو لقى فيها نيوكاسل وجمبورو وانفلونزا، وجدوا الثلاثه. عارف حضرتك بعتوا قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا بعتوا لنا عينات من العلف اللي موجود عندكم. احنا استغربنا، قلنا عاوزين علف ليه؟ قال لك بس بعتوا لنا عينات من العلف. لما راح العلف ووصل هناك وجدوا ان العلف اللي موجود دوت فيه نسبه السموم الفطريه اللي موجوده فيه عاليه جدا. ردوا علينا حاجه واحده، قال لك المشكله الاساسيه اللي موجوده عندكم هو انخفاض مستوى المناعات اللي موجود في الفراخ نتيجه لوجود السموم الفطريه بنسب، انا قلت لك ايه، 40%. اخر بحث لسه انا مطلع عليه الاسبوع اللي فات دوت وصل لغايه 70% في النيوكاسل والاي بي. مصيبه. تخيل بقى لو خدنا على سبيل المثال الاوزان. عارف حضرتك وجود السموم الفطريه ياثر على الاوزان، تفقد وزن قد ايه يا استاذ خالد؟ قد ايه يا دكتور؟ اشهر انواع السموم الفطريه في عندنا اتنين هم اللي بيؤرقوا حياه اي مربي في الدنيا. حاجه اسمها الافلاتوكسين، والحاجه الثانيه اسمها الاوكراتوكسين. تمام. تخيل حضرتك لو انت عندك الافلاتوكسين دوت موجود في العلف بتاعك والفراخ عماله بتاكل علف فيه سموم فطريه بالافلاتوكسين، نسبه انخفاض في الاوزان توصل لغايه 155 جرام في الفرخ عن معدلها اللي المفروض تكون على عليه. معدلها الطبيعي ده لو انت بقى يعني مربي شاطر وبتطلع فرخه كويسه. 155 جرام. نفس الوضع بالنسبه للاوكراتوكسين. تخيل ان ال 155 جرام دي توصل لغايه 225 جرام في الفرخه. يعني انت داخل على ربع كيلو في الفرخه. ربع كيلو وتوصل لغايه 303 جرام في الفرخه. لما يكون مصيبه. مصيبه. اي واحد بيشتغل في الدواجن النهارده وما ياخدش باله من موضوع السموم الفطريه ده هو بيضحك على نفسه. ولو هو منتظر ان الدوله تحل له مشاكله، مهما الدوله حلت من مشاكله، مهما كان سعر الفراخ، لو انت فقدت ربع كيلو ل 300 جرام في الفرخه، لو سعر الفراخ النهارده مش ب 30 ب 35 ب 40 جنيه هتخسر. ولو انا حافظت عليهم، لو انا قدرت ان انا ربع كيلو ده. انا عجبنا قوي الصراحه بتاعتك النهارده في بدايه البرنامج. ربنا يبارك فيك. واحب اقول لحضرتك ان في قاعده لو الناس كلها اتبعتها هيحلوا مشاكلهم. ابدا بنفسك فانهاها عن غيها، فاذا انتهت فانت حكيم. الانسان يبدا بنفسه هو الاول. مظبوط. مشكلتنا هنا في مصر ان احنا بنسيب اللي في ايدينا احنا او اللي المفروض مننا ونبتدي نبص على غيرنا هو المفروض يعمل ايه. ده هو لازم يعمل كذا، ده خالد لازم يعمل كذا، علما بان انا المفروض مني حاجات كتيره جدا اعملها. اول حاجه فيهم مشاكلي. مظبوط.
خد بالك يا دكتور، معلش اتفضل. انا هقطعك في ثانيه، آه. انا حابب انك تقول وانا مستمتع، بس هيجي حد يقول لنا انتوا بتتكلموا في السموم وسايبين الفيروسات اللي موتت الدنيا انا عايز اقول تمام، انا عاجبني قوي المنطلق اللي انت بتتكلم منه ده، تمام. عشان كده انا ركزت كويس قوي على موضوع المناعه. تمام. لان زي ما حضرتك عارف ان المناعه بتاعه الطائر لو اقل من 50% مش هيحصل فيه اي استجابه مناعيه. حضرتك بترمي كل الفلوس اللي انت بتدفعها في اللقاح من 3 ل 4 جنيه الناس بتدفعهم في كل فرخ لقاحات. تمام. لو انت مستوى المناعات اللي موجوده عندك قليل مش هتستفيد منه. يعني ده اللي احنا بنبني عليه يا دكتور، بنبني عليه او بنحافظ على المناعه، احنا موضوعنا يعني اللي هو السموم. تمام. هو ان انا عايز ما يبقاش عندي سموم، تمام. او بنقللها قدر المستطاع، بحيث ان انا مناعتي تبقى اكبر، ما تستجبش لا الله يفتح نيوكاسل بقى عليك. ولا الاي بي الله ولا يفتح عليك. الكلام ده. زي ما انت حضرتك كنت في حلقه من الحلقات كنت بتتكلم فيها عن منشطات المناعه. تمام. وازاي ان الناس بتستخدم منشطات المناعه ده عشان ترفع المناعه. تمام. منشطات المناعه يوم ما انا هستخدمها واستخدمها لفترات طويله طول الدوره هترفع المناعه ايه؟ 5 10 20؟ ده انا في عندي 40 ل 70% رايحين بحاجه موجوده في كل العالم. تخيل حضرتك ان منظمه الصحه العالميه بتقول لك، منظمه الاغذيه العالميه بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان 25% من المحاصيل ملوثه بالسموم الفطريه. طيب معلش، اتفضل. ممكن استسمحك اتفضل. في دقيقه واحده بس؟ يا فندم اتفضل. اعرض على حضرتك فيديو اتفضل. بخصوص الاغذيه والسموم الفطريه في الاغذيه. تمام. الفيديو ده متداول واحنا بنتفرج عليه على السوشيال، فانا حابك اعرضه على حضرتك واستشيرك فيه، هل هو منطق او غير منطق. وهو صاحب الفيديو حد محترم، صديق عزيز يعني، بس هو دي انتشرت في صفحات التواصل خاص بالموضوع بتاعنا؟ خاص تمام. اتفضل بموضوعنا يا فندم. اتفضل اللي يا احنا ريت. بنتكلم فيه. استسمحك يا ريت يا تعرضوا فندم. لنا اتفضل حضرتك. استاذ ماجد عثمان وهو بيعرض فيديو عن السموم يا جماعه. السلام عليكم يا جماعه، ماجد عثمان بيكلمكم الان من مزرعه. هنتكلم النهارده عن حاجه انا مجربها شخصيا. والله العظيم مجربها شخصيا وعجبتني، فانا قلت لازم انشرها واعرف الناس بيها. الموضوع باختصار، اللي عنده سموم يا جماعه واللي عنده، طبعا في الشعله فيش سموم، كل العيله فيها سموم، اللي عنده سموم واللي عنده تنفسي. الموضوع باختصار جدا سهل جدا جدا والله، وعن تجربه. دي كركم، كيلو ونص كركم، الكيلو ب 30 جنيه ملوش لازمه. وده زنجبيل، وده حاجه اسمها شيمر، شيمر، والكيلو منه ب 30 جنيه ملوش لازمه برده. وكزبره الكيلو ب 20 جنيه، شطه، عرق سوس. مش قصه الحاجات دي كلها عشان الناس ما تتلخبطش. احنا مثلا لو عندنا تنفسي عاوزين نرفع التنفسي بتاعنا، نرفع التنفسي او نرفع نقضي على السموم، هناخد ان شاء الله كركم. الكركم ده اهو كيلو 30 جنيه، يعني انت لو جبت منه 3 كيلو ب 90 جنيه، مش جايب رتل دواء والله العظيم. الحاجات دي كلها 160 جنيه مش جايبه رتل دواء. هناخد 4 جرام كركم من الرتل، هنجيب صفيحه، ولازم تكون صفيحه مغطاه زي كده، ركز معايا عشان ما حدش يغليها في ميه عشان ما تجيبش نتائج. اللي عاوز يحط على العلف يحط، واللي عاوز يحط في ميه، انا عن نفسي بغليها في الميه عشان انا عندي بياض باكل بيلة محبب. اللي عاوز يغلي لازم تكون في صفيحه محكمه. ليه؟ عشان البخار اللي بيطلع ده هو اللي يخصنا. البخار اللي بيطلع ده بيهدر كميه كبيره من الجزيئات اللي هي اللي تلزمنا يعني، فلازم تكون صفيحه متغطيه. طبعا هنغسلها ونحط فيها نصها ميه، ونحط 4 جرام للكركم للرتل، 4 جرام كركم، ومعاها للشمر بينزل 4 جرام باطي. يعني انت لو حط 500 2 كيلو 500 ميه، 2 كيلو كركم و2 كيلو شمر، الاثنين مع بعض هيقول لك على السموم والله العظيم نهائيا جدا. لو احنا بصينا لنا حاجه كده، هنطلع شويه عشان انا بحضرها اهو. ادي الصفيحه الثانيه اللي احنا بنعملها، كركم اهو، وبنقلبه، بقلبه اهوت. انا عملت على 500 ميه الحاجات بتاعتي، وبقلبه، وبعدين بعد ما يهدر مره واتنين انا بغطاه اهوت. بعد ما يهدر مره واتنين واخليه يهدر لمده 5 6 دقايق، بطلع بسيبه يبرد، وبعدين بيصفى، نصفيه وننزله على الميه، واللي فيه التفل بتاعه يتقلب على شويه علف ينزلوا للعلف، للعلف عادي، والميه يتحطوا على الميه، والباقي يتحط على الميه. الفيديو ده هام جدا للناس اللي هتشتغل بيه والله العظيم هتدعيني. طيب ايه فوائد الكركم؟ الكركم ده مع الشمر بيشتغل السموم. الكزبره ده هي والزنجبيل، اسف، الشطه ديت والزنجبيل، لو انت عندك اي فيروسات والله العظيم بتقضي فعلا، وبترفع لك المناعه وبتقضي لك على اي فيروسات في العنبر. اللهم صل على محمد. العرق سوس، العرق سوس اهوت، انا جايب العرق سوس
بحط معلقه الاسوس وبخمره. الاسوس ما بيتغليش، انا بخمره، بحط فيه 100 جرام كربوناتي وبخمره وبنزله يوم الموجة الحر. بنزله يوم الموجة الحر، بيبقى الصبح بدري بحطه الساعة 6. بيفيد جدا في موجة الحر لأنه ملطف للأمعاء، بيخلي الفرخة طول النهار منتعش، ما يحصلش ان شاء رب العالمين اي مشكله عندك. الفيديو النهارده مهم جدا للناس اللي عاوزه تشتغل. طب واحد بيقول لي ده احنا هنجيب حاجه للاعشاب مباشره مكتوبه في ازايز، محطوطه في ازايز. بقول له لا، انا بقول لك اللي انا جربتها حاجات بتيجي من عند العطار ورخيصه، والله كل ده اهو ب 160 جنيه، مالهمش لازمه. انت لو رحت جبت لتر دواء هيقول لك ب 300 400 جنيه. طب جرب الحاجات دي وادعي لي او تدعي عليا. انا حبيت انشر الفيديو دلوقتي متاخر وبنشره من مزرعتي بحيث الناس تعرف، الناس فعلا تلقط. فانا حبيت اعرفكم الاعشاب بتنزل ازاي، دي جميله جدا. انا هقوم اكمل بقيه الشغل، انا مش فاضلكم. وادعوا لنا اللي يسمع الفيديو. السلام عليكم. اعمل مشاركه، عرف غيرك، ربنا يكرم ان شاء الله رب العالمين. سلام. هو ماجد مش هيزعل مني، يعني ماجد مش هيزعل مني، بس انا حاسس ان هو بيحضر عمل والله، مش بيعمل مش بيعمل مضاد سموم. يعني ماجد كده بيعمل عمل. فانا عايز بقى استشير برضو الدكتور. يا دكتور، اللي ماجد قاله ده هل يعالج السموم ولا ما يعالجوش؟ يعني مع مراعاة ان فيه، إن كنت انا بقى اشكك في اللي ماجد بيقوله كاملا، بس في نقطة ما اقدرش اشكك فيها قولا واحدا: ارتفاع سعر الدواء بصورة مبالغ فيها، او مضادات السموم بصورة مبالغ فيها، لدرجة ان هي خلتنا نلجأ الى الاعمال. تمام. ماشي، فاتفضل. طبعا في البدايه انا بحب اشكر الاستاذ ماجد، لان هو دي مشاركه هو بيحب ان هو يشارك بيها زملاته اللي شغالين في الصناعه، وده كموضوع هو بيعمله ده حاجه يشكر عليها. تمام. نمره 2، احب اوجه بس حضراتكم لنقطه مهمه جدا، ان تقرير منظمه الصحه العالميه ومنظمه الاغذيه والصحه العالميه اللي صدر في شهر مايو 2017 بيقول ان الكركم من ضمن الحاجات اللي بتنمو فيها السموم الفطريه. وديت حاجه من ضمن الحاجات اللي هي بتدفعنا للسؤال: هل فعلا الكركم وهذه المنتجات بتساعد في القضاء على السموم الفطريه؟ لا. ولكن هل هي لها دور بالنسبه للسموم الفطريه؟ لها فعلا دور بالنسبه للسموم الفطريه، لان مجموعه الاعشاب ديت لها دور مباشر بالنسبه لحاجه بيسموها مضاد اكسده ومضاد التهابات وحاجه منشط للكبد، اللي احنا بنسميه اللي هو السبورتيف تريتمنت، او اللي هو العلاج التكميلي اللي انا بستخدمه عشان اتخلص من مشكله السموم الفطريه. تمام. وده انا برضه هذكره هنا حضرتك كمان دقيقه واحده. هو انا بس كنت عاوز اتكلم عن قد ايه المشكله ديت فعلا بتأرق العالم. 25% من المحاصيل على مستوى العالم ملوثه بالسموم الفطريه، ودي حاجه لازم احنا نبص بقى ليها. عشان كده احنا دايما بنقول ايه؟ اعرف عدوك. عدو اللي هو بيخسرني من 40 ل 70% من المناعه، واللي بيخسرني من ربع كيلو لغايه 300 جرام بالنسبه لوزن الفرخه، واللي بيعمل لي نافق ممكن يوصل لغايه 5 و10% وساعات اكتر من كده. لازم يخليني بقى اعرف نفسي هو العدو دوت ايه مميزاته، او ايه هي الشروط اللي هو بيعيش فيها. تخيل لما حضرتك 25% من المحاصيل اللي على مستوى العالم ملوثه بالسموم الفطريه، اللي هيجي لنا مصر هنا انهو؟ بالتاكيد ال 75% اللي هم السلاح. طبعا. نمره 2، ودي بقى حاجه لازم الناس كلها تاخد بالها منها. السموم الفطريه ديت عدو بيواجه الصناعه ديت، وبيتميز ببعض الصفات اللي مش موجوده في عدد كبير جدا من الحاجات التانية. اول حاجه فيها ان هو تراكمي. السموم الفطريه ديت يا جماعه تراكميه. تراكميه يعني ايه؟ يعني ما بتظهرش من اول يوم، كل يوم تتراكم على اليوم اللي قبل منه، يوم ويوم 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 ويوم. عشان كده اول ما يبتدي اليوم ال 12 لليوم ال 14 تبتدي مشاكل السموم الفطريه تبان. تمام. ليه؟ لان هو اللي مسموح بيه اساسا 20 جزء في البليون. معلش انا اسف في التعبير، بس ديت المصطلحات اللي انت لازم تكون عارفها. تمام. ان الذره في مصر ما بتخشش اذا كانت نسبه السموم الفطريه اللي موجوده فيها ازيد من 20 جزء في البليون. طب هي 20 جزء في البليون دي بتعمل مشاكل؟ لا، ما بتعملش الفراخ اي حاجه. امال بتعمل مشاكل امتى؟ تراكميه. تراكميه يعني ايه؟ يعني انا النهارده اليوم الاول بقى موجود جوه الفرخ كام؟ 20. اليوم ده الاول، اليوم الثاني بقى 40، الثالث 60، لغايه امتى؟ لغايه اليوم ال 12. تمام. 12 في 20 ب 240. احفظ الرقم ده لان الرقم ده يهمك. 240 ايه؟ جزء في البليون. 240 جزء في البليون. في البليون. تمام. يعني حاجات يعني طفيفه جدا. تمام.
عارف حضرتك بقى مستوى المناعات اللي موجود جوه جسم الطائر بينخفض امتى ويبتدي ياثر التاثير بتاعه ده امتى؟ عند 250. يعني حضرتك انت على اليوم ال 12 تبدا اليوم ال 13 تبتدي المناعه عندك تنخفض. تمام. ليه؟ لاننا كل يوم اليوم ال بتتراكم 13 من ظهور السموم او من إصابة. تناول العلف من اول يوم لغايه اليوم ال 13. مم. كل يوم انا بيخش ده امتى؟ ده لو نسبه السموم الفطريه اللي موجوده في العلف هي النسبه اللي مسموح بيها وما عالمية. بيدخلوش اعلى منها. تمام. وان الناس بتوع الجمارك والناس بتوع المعامل كلهم 100 شغالين 100 صح كل حاجه تمام. تمام. وان العلف اللي بيجي لنا نسبه السموم فيه ما فيش فيه نسبه السموم الا 20 جزء في البليون. تمام. بص حضرتك بقى كده، دي معلومه لازم تعرفها، لان هو اي واحد بيربي فراخ او بيربي رومي او بيربي بط المعلومه دي لازم يكون عارفها عن عدوه. تمام. بص حضرتك كده الفراخ 6 من 10 يموت الفراخ. 6 من 10 مللي جرام لكل كيلو جرام، نسب بسيطه جدا موجوده جوه العلف. بص حضرتك كده في الرومي 25 من 100. الله الله الله، لو حضرتك لاحظت ده ايه؟ فرق تلت النسبه اللي موجوده من السموم تموت لي الرومي. بص بقى على الاخطر البط 3 من 100 مللي جرام. يعني معنى كده ايه؟ ان الفراخ بتستحمل السموم الفطريه لغايه 20 ضعف من البط ما يستحملها. عشان كده البط حساس جدا لموضوع السموم الفطريه. كل دي معلومات لازم انت تبقى حاططها في حسبانك، ان انا لو راجل النهارده بربي بط يبقى لازم عارف كويس قوي ان موضوع السموم الفطريه ده حاجه يعني فيتال بالنسبه لي. خش بقى على الاخطر. اخطر انواع السموم الفطريه حاجه بيسموها الافلاتوكسين. ما يهمناش الاسماء على قد ما يهمنا ايه اللي بتعمله لنا. تمام. بص حضرتك كده 25 من 100 يعني 250 جزء في البليون يضرب المناعه. بس بص لما يوصل لغايه 6 من 10 مفيش مقاومه جوه الطائر. يعني الطائر النهارده بيتعرض لكل المشاكل اللي موجوده حوالين منه بيصاب بيها. شويه نيوكاسل معديين، شويه جمبورو معديين، شويه اي بي معديين، مفيش مناعه. وابسط دليل على الكلام دوت ان احنا قاعدين اهوت في البرنامج هنا، لو احنا واحد مننا عطس هل كلنا بيجي له برد؟ لا مش شرط. في واحد ممكن تعطس انا اسف التعبير جوه بقه يقول لك هات كمان. وفي واحد تاني مجرد ان هو واحد جاي عنده برد بيعدي من جنب منه تلاقيه جاله رشح وجاله ارتفاع في درجه الحراره اللي هو الخاص بيه مستوى المناعه اللي موجود صحيح. جوه جسم الطائر. طيب بعد اذن حضرتك اتفضل معلش يا اقطعك يا دكتور. انا دلوقتي حضرتك بتحاول تعرفني العدو بتاعك. العدو بتاعنا واللي هو في الاخر الشبح اللي اسمه السموم الفطريه. الله يفتح عليك. تمام. عند الفراخ. لو انا معايا 4 دقايق ومحتاج اقول فيهم طيب احنا عرفنا عدونا تمام. وبعدين يعني حلو بعد ما أوي. عرفناه نعمل ايه؟ جميل. برافو عليك. تمام. نرجع بقى لموضوع الحلول. تمام. دايما عندنا مقوله في مصر كده يقول لك ايه؟ يقول لك الغرب وبره وبيعملوا كذا. بره يا جماعه سبب تفوقهم حاجه واحده، ان هم وضعوا معايير لكل شيء. ثوابت. يعني ايه ثوابت؟ يعني انا النهارده في عندي مشكله سموم فطريه، اعمل فيها ايه؟ 1 2 3 4 5. عملت 1 2 3 4 5 دولت هتعدي من المشكله. سبت واحده من الخمسه دولت وانت ما عملتهمش المشكله عندك هتتفاقم. وزي ما انت بتهتم بالمشكله وتحاول ان انت تحلها، كل ما انت بتهتم اكتر كل ما بتكون النتيجه بالنسبه لك افضل. ايه هي المعايير دي يا جماعه؟ اول حاجه، ودي حاجه مهمه جدا، احنا اتفقنا ان السموم الفطريه بتيجي من منين؟ من الفطريات. تمام. والفطريات اساسا بتبقى موجوده فين؟ ده موجوده على المحصول وهو في الارض. تمام. عارف حضرتك ان مجرد ان انت تجيب ذره وتجيب صويا، لو نسبه السموم الفطريه اللي موجوده فيهم 20 بس وحضرتك بس جرشتهم ودخلتهم في التصنيع، عارف حضرتك ال 20 دي تبقى كام؟ مجرد الدش والخلط بقت 30. عارف حضرتك مجرد ان العلف دوت يروح في العربيات ويوصل لغايه المربي عنده في المزرعه يوصل لغايه كام؟ 39. صباح الخير. انا ما عملتش حاجه. وصلني انا كده 39. ما عملتش حاجه. يعني لو انا فعلا بادي زي ما وزاره الزراعه ومنظمه الصحه منظمه الاغذيه العالميه بتقول لك ان نسبه السموم الفطريه ما تزيد عن 20 واحنا فعلا كل حاجه كنترول، هجيب 20 توصل بس قدام الفرخ بقى 39 تقريبا 40. طيب يبقى انا اول حاجه واهم حاجه لازم اهتم بيها العلف. تمام. يعني ايه العلف؟ في العلف معايير العالم كله اتفق عليه. اول حاجه اوعى تجيب علف ما عليهوش مضاد فطر. ليه؟ لان حضرتك النهارده لو استخدمت علف والعلف ده ما عليهوش مضاد فطر ايه اللي هيجرى؟
ان السموم الفطريه هتفضل موجوده. عامله زي واحد عنده تعبان في البيت، هو جايب مضاد السموم وسايب التعبان ده بعد شهر هيبقى 15 20 تعبان. نمره 2 ان هو يكون عليه مضاد سموم. لغايه هنا كويس. ماشي. بس في بقى بعض الشروط التانية اللي انت لازم تاخد بالك منها. اول حاجه فيهم احنا قلنا العلف. تاني حاجه انت بقى كمربي، تخزين العلف يا جماعه. انا اتفرجت على حلقه مع حضرتك كنت بتتكلم فيها عن واحد بيشتكي من العلف وجاب العلف وحصل منه مشاكل. مشكلتنا في مصر ان المربي بيستسهل يخزن العلف جوه العنبر. مربين كتير جدا بيجيب العلف وبيحطه جوه العنبر. تحصل مع الواحد احيانا. والمشكله الاكبر ان هو يا ريته مثلا بيجيب مثلا يومين ثلاثه بيومين ثلاثه، لا ده بيجيب كميه كبيره ويحطها جوه العنبر ويسيبها فتره موجوده فيه. تمام. نمره 3، ودي عشان كده الاستاذ ماجد فعلا بشكره له لان هو فعلا وجهنا نقطه مهمه. اوعى لما يكون عندك مشكله سموم فطريه جبت العلف تمام، هجيب علف على اسال. وعلى فكره كان الدكتور احمد علي سامي كان يقول لك ايه؟ كل مشاكل الدواجن اللي مسؤول عنها واللي مسؤول عن حلها المربي. عارف ليه؟ لان حضرتك انت اللي في الاخر اللي هتدفع، او للاسف الشديد هو اللي في الاخر اللي هيخسر. ايوه فعلا. نمره 3 دي بقى الاهم في العلاج. انا مش هتكلم عن مستحضرات بتعالج، ولكن هقول لك على ايه المعايير. نمره 3 هو الكبد، الكلى، الصحه العامه للفرخ. عاوز تتغلب على مشكله السموم الفطريه، البعبع الكبير اللي احنا بنتكلم عليه والمشاكل اللي بيعملها كتيره جدا. نمره 1 اختار العلف بتاعك كويس. يعني ايه العلف بتاعك كويس؟ عليه مضاد فطر، عليه مضاد سموم. اخزن العلف كويس، ما احطهوش جوه العنبر، احطه على خشب بحيث ان انا اعزل الرطوبه بتاعته. نمره 3 حافظ حاول دايما على الكبد والكلى، وده اللي كان الاستاذ ماجد بيشير اليه. دكتور احنا اتفضل. مضطرين لان الاذان خلاص. تمام فانا حابب ان احنا نكمل في حلقه تانية ان شاء الله. ربنا بصراحه. يتقبل يعني حضرتك. انا بكرر انا بستفيد من حضرتك قوي الله يكرمك لما أستاذ بسمع خالد. الله يخليك يا محاضراتك رب. وجت فرصه ان انا اشكر حد من الرعاة بتوعي بقى ان هو دايما بيستضيف حضرتك النور والبركه، مصنع حقيقي. النور والبركه من المصانع المحترمه. جت فرصه هي حطيتها في النص في كده النص. عشان اشكره يعني. هو دايما حضرتك بتحاضر عنده برضو كمصنع من بص يا المصانع استاذ خالد، المتميزه. احنا وظيفتنا يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ اللي عنده علم ويكتمه وما يفيدش بيه الناس هو اكثر الناس حسابا عند الله سبحانه وتعالى. صحيح. انا بشكرك لان انت فعلا وصلتنا وجبت ناس كتيره جدا من ضيوفك يقدموا معلومه للمربي يستفيد منها. شكرا ده أنا اللي جزيلا. شاكر لحضرتك ان انت يعني أتحت وسعيد الفرصة دي جداً. إن يبقى في لقاء مباشر بيني وبين ربنا- زملاتنا وحبايبنا واللي هم بياكلونا عيش. وعد منك ده أنا تحت بلقاء أمر حضرتك في تاني أي وقت متجدد. يا مش عايزين تحت نتعبك أمرك. بس انت وعد لا يا فندم، يعني تحت ناخد أمرك. من حضرتك احنا وعد. كلنا خدامين للساده المربين. ربنا يبارك لان في هم اللي حضرتك. بياكلونا عيش. شكرا جزيلا ده انا اللي ليك. شاكر لحضرتك. انا سعيد بوجودي معاكم النهارده، وكنت سعيد جدا بالفقره دي، وما حبيتش اتكلم لاني انا بتعلم.